الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحب في الله. الله دراد يسأل لا سجع هذا يدو أهداف رخيصة أي الحجرين جعلان تاس. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان مهل هي أحد إيمانك معان كيسة حتى يحب المرأة إلى أجعل وقفك لا يحبه إلا لله، سواء أجعلاني نوحان الله دراب جيسة أخفك من الدين إلى التوسين يهي، وحتى يغلق في النار إلى إن روح النار أحب إليه وكجعل يهي من أن رجع إلى الكفر إنه قال ما كلاته بعد إذ أنقذه الله مكو إلهي كبدادي نارتي إن روح النار أيوه كجعل يهي إنه كفر كلاته كفر كلاته شدوا جهنم الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هي إنه يهي الله يا رسول كيسو إنه كجعل يهي وحي إيجا كسوها، وأيها الله يا رسول كيسو نعمدا أي سوغار سيان غفك والله أفديين ونقو وسيلك يهي نعمدا سأدفدك حتى مجرته وأنهين الله يا رسول سوغار سيان ومضى. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم تذكروا ميييو يينكو جيس نمان كلا عسى أن يكونوا خيرا منهم أعداء كرتاب هو الوجيس إنه كخير بدنيهين هو جيس إلى قوله تعالى: فأولئك هم الظالمون. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحاول نهي نبي أن يضحك الرجل إن أقصر منكو مما يخرج وحك صباحها يقفك له من الأنفس آريئة وحلو قصر معها قفل بوحك إمامه وهي مكيني كرقصر. وقال: بما يضرب أحدكم متكين مكروء قراء هي امرأة وين تيسا ضرب الفحل سلأوه وقراءها خلاق صح معها. ثم كدبنا لعله أن يعانقها كدبنا المعانقية أولا معاشرة يعني أكثر إسابة السداعية لأنك وقلة الأدب وإسلاسنا وقلة حسن المعاشرة. وقال الثوري وسفيان وهيري ووهيب بن خالد وأبو معاوية محمد بن خازم عن هشام جلد العبد أيو يري هلك وعلي بن عبد الله كيري هلك وسفيان بن عيينة كيري جلد ضرب الفحل في سدح ذنوه كدهين جلد العبد. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثني يزيد بن هارون البصري قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بمن أي نبي وكير مالك يوم النحر أتدرون أي يوم هذا؟ ما قالنا يسين مالك تنوح أيته. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام ومال حرمه. أفتدرون أي بلد هذا؟ ما كان يسين بلد كان بلد يهي. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام وبلد حرمه ومكة. أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. نبي مركز صلى الله عليه وسلم أخبر بإنه الدرنسيو qofka muslimka xurmada uu leeyahay dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa inuu ku dareensiiyo waxay iyagu yaqaaniin oo ah maalinta yawm naxr xurmada ay leedahay iyo bisha dilxija xurmada ay leedahay
هي مكة حرمة إليه كذبوا كوير مكة فإن الله حرم عليكم دماءكم وهو الله يكحرم إيجابينا وأموالكم غاليالكينا وأعراضكم إشرفيالكينا كحرمة يومكم هذا سدا مالنتينا أي أحرم لها في شهركم هذا بشين أي حرم أولاد في بلدكم هذا وحرمة الحيث عمر بشائية مالنت أي بلدك حرمة إليهم الحيث ليك إن رضا اليوم أما ما الإسلام جربوقا أما أرضي الوحد بالبقوية حرمة قفك مسلم كامرك حرمة ليسو واسدا سوكالو هذا يقرن عيان أي النبي مثالي باب ما ينهى من السباب واللعن وحيالها لأنه هي تنكا هي إسلعينتانكا قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مسعود بن معتمر قال سمعت أبوين يحدث عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق مسلم كإسعيد سوى فسق لو قفوت هدي إسعيد لو فاسق مغنى هدي مدعيتك أولا كلام إسكا المسلم كاسا فاسق مغنى وقتاله كفر هدي قام سقالا ودقالما وكفر هدي مدقان قالوا كلام أولا قالنا كاسا كفر قرعي مريدوين مايا لكن وحي كجران وحشرقه كشيغي كفري تابعه غندر وهو متابعي غندر هو متابعي سليمان حرب عن شعبة marka ayta kuwa qofka oo loo nisbeeyo naqsi uu san isagu aqbalin qofkii marka naqsi loo nisbeeyo haday labadooduba isku xadgudbaan oo ay iscaayaan oo naqsi isu nisbeeyaan labadooda fisqi ku dhacay hadii kana midkii ayda wada حديث مسلم وري وحكسوا مرني من حديث أبي هريرة نبي المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان لبدا إسعايدان ولبا الشيطان وإسدلعين يسا وإسبينين يسا ساسو النبي قلت المعنى الشيطانان يتهاتران ويتكاذبان حيالي إسعايتك شرط ديلك كبلاوني أما كعقاد كبلاوني marka horeeda asbaabtu waa inay xiran tahay oo sharcigu marka hore asbaabta keeni kara gacanqaad iyo isdil inuu sharcigu marka hore adkeeyo قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل بالفسوق كما تورن من كلا فسق وفاسقة تميلة ولا يرمي بالكفر أما كفر كما تور كافرة تميلة إلا ارتدت عليه وحاقص الله كلمة ليسي كافرة وفاسقة يسيره صلابا إن لم يكن صاحبه كذلك هذون صاحب كيس أو كلمة أسكت ولا سيدا أهين أنت أسرق صلابا إيسا هذو هذا ما كأفك وفاسق وكشري كم كافر ككشري ويا فاسق أما كافر هو شيء أفكار هو كوارع ميا هذو صاحبنا سجى فاسق النقضي أما كافر النقضي كقفك مركا waxa uu sheegayo in iska fiiriyaa intuu dad khatar gali laha in soo khatar gala قال حدثنا محمد بن سنان أبو بكر الباهلي قال حدثنا فلان بن سليمان حدثنا هلال بن علي بن سامة العامري عن أنس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا شمسا كان يقول عند المعتبة نقوف وعننا نقوله جري ما له تربي جبينه محولي هاي رفوتي سهائي ذوبي
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس العبدي قال حدثنا علي بن مبارك الهنائي عن هاني بن ابي كثير عن ابي قلابه ان ثابت بن الضحاك وكان من اصحاب الشجره بيعه الرضوان يقيم حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف في قدرت على مله غير الاسلام دين الاسلام كان في قدرت يراد يهوديه قدرت اما نصاريه قدرت فهو كما قال سويري فاسدي وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك بن آدم كان كل سماها إنه كنا ذروكنا حيسان سوء وحسن العمل كنا ذروك حاسين صدقائي وسوء نسكبها قيمة ولا نذكاس ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ننكي كد لنا سدي سوح محبتها النغطة ضربها النغطة مسونها النغطة والذبة به وحي واسكد لي أيام وعذابها هي يوم القيامة لأن الجزاء تسعى وفور سمايه وحكو أي أبال مكي ذهلا من لعن مؤمنا ننكي لعن غف مؤمنا فهو كقتله حق الدنبقى لعنت باقول تعالى نكي ليرادو دنبيغا waxay u dhigantay isagoo dilowga fana saanta dadka isku torturaan la'anad ومن قذف مؤمنا بكفر قف مؤمنا قف كفر كفرنا وقال تهير هذا فهو كقتله دنبيغا كحصلي waxay u dhigantay dilkiisa marka qofka uu leeyahay uu ku dhaartay maartay inuu yahuudi yahay ama islaamku ka bari yahay hadduu waxa sameeyo dhaar miya marka kafaaro ay ka ratibmayso maya dhaar sharci ma aha laakiin jariimu ku dhex jira ee waa inuu ilaahay tooba keenaa كلمة توحيد كان مركز الوقت حديث أبو هريرة ولي وحكو جرينين كي كل دارتا يراهدا وحكو دارتا لاتا يعزا يحرمدا كذب وإنه يراهدا لا إله إلا الله ولا كفارة على من حلف بغير الإسلام. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا عبدي بن ثابت الأنصاري قال سمعت سليمان بن السورة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم لو أننا عليه اسكو عايزه فغضب أحدهما مثل بآد وعروضي فاشتد غضبه وحاءت على عرضه حتى انتفخ وجهه وتغير إلى وجهه سي انتفاخي عن أوبراري وأؤس بدليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة أنا وحن قرنا يا كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد دوير هذا وحاول دريما أي كتغايا فكان كيمونا مقلين وكاس نينك لا أقول بي مركوي بسلا ساجرته فانطلق إليه الرجل نينكي كلمة النبي عن مقليا نينكي آذي فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم يشاغل وقال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا حناقة شيطان بالقولة سيدي حديث كجرتك على إن الغضب من الشيطان. فقال أترى بي بأس ما وحى أمرين يساوح مشكلة إن إهيان بوير منك اذهب بحر يقتل بحر مشكلة ما هي وحبا إمهيان marka ninka xoogaa hadalkii nabiga sidaas u fududeystay culimada gobol waxay leeyihiin munaafiq ahaa magaalo ahaa ma xanaaqi baa ka tambariyay axyaan qofka uu ku hadlayo hada ka tirsan bal la soconin kullu hada karam. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فاضل بن القاشي عن حميد طويل قال أنس حدثني عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبر الناس بليلة القدر نلقى يقول يسكى صباحي سيئوا وشاغل ضدك عوض أيتها ليلة القدر فكوح سيسرانا فتلاحى رجلان من المسلمين وحا مكاس مرمي
لمن المسلمين تكمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم وحصل لنا الليلة القدر هناك يتهيئ شيء فتلاحى فلان وفلان وحضوضيه بهبل وإنها رفعت ولحت تعيين كذي يعقال كي قلبك أنكوها والقاضي وكما هي marka murankaas shubnigiisa ayaa loo rafciyay habeenkaas tacyiinkiisa. marka dadka muslimka iskhilaafkooda iyo murankooda waa shar hadday imaatona khayr badan baa ku baabaa wa asa an yakuuna khayran lakum waxaase dhici karta inuu arrinkaas khayr idin noqdo oo habeenadoo dhan aad dadaashiin oo sida aad ajar badan iyo khayr badan ku heshiin. faltamisuuha fi taasicati wasaabiati walkhamisa meelka sagaal iyo 20 25 ka goobo. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش عن المعروف عن أبي ذر قال رأيت عليه بردا أبو ذر أيام أركوليه قق سبحرا وعلى غلامه بردا نمرك خادم وأهين وقع سكله حيستو. فقلت هكذا لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة دا قوان إساقا كقادتو وأبقى ذا قدرتو مرق وحونا إسكجوه ونقونا إسكون نبونة وأعطيته ثوبا آخر كخادم كان المركة لسيدو مركز ساسو سجيدي فقال كان بيني وبين رجل الكلام أنيقي أني بعهد بقي النبي هذا الموضح مركز بلال من رباح وكانت أمه أعجمية وحي هويديس هذا هويني أفريكان فنلت منها وحبان كقارب هويديس أكو حيلي مذوبان تيلي وقاهم يعني تدك مدمدو إيا تدك على الأرض يعني اسكوك ريحان مركي آبايات دين دون جرم. فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي إيشا مركز وجود دعويه فقال لي أصاببت فلانا ما هي بلا لعيب تنتهي أبو ذر الأولي. قلت نعم. قال أفنلت من أمه هو اسمها وحكت قالتي أوضع أبيسي. قلت نعم. مركو كهو قصد النبي ويجي جواب أذكسي إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر أساس أبوير أدو وحتها نين جاهلي وحقه أي كجران واه اسكو عابين جنسي أما مدر يوحل مدر. قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن ما وقتيان أنو أنجوه ودأديد أي هراء مرتيما ولي كجرا وح جاهلي قال نعم. تاسنا بكل درس ألقبسي هم إخوانكم ضدك أسواء ولالهين في الإسلام جعلهم الله تحت أيديكم إلهي باق عنته النهوس قليل وويدين شقيا. فمن جعل الله أخاه تحت يده نك الله وقدر ولالكيس تحت يده فليطعمه مما يأكل وهو أنا يوحكسي وليلبسه مما يلبس محل شاكتور وحاو حرنا سغنا وحكسي وكحرته ولا يكلفه من العمل ما يغلبه ينقو مشقين شقو وحسغا كأدك وعليسكها. فإن كلفه ما يغلبه دوكو مشقين وحسغا عليسكها وكأدك فليعنه عليها يسرقتين مكهوه كامل. باب ما يجوز من ذكر الناس وحبنان ضد إن الشيغو نحو قولهم الطويل هبلكي ديرا والقصير هبلكي قابنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين كلا وضع عمود ديرا لها محوليها
وما لا يراد به شيء الرجل يوحى لولجين قف إن رؤى بيو صفة ورمتهم marka waxyaalaha naanaysta waxyaala dadku ay jecel yihiin in lagu naanayso ayaa jira mesela waxaas in lagu naanayso marka haddii aan ammaan xadka ka baxsan ayna la soconin mushkila ma laha laakiin waxyaalaha kale oo qofku una jeclayn haddii loola jeedo tacriif oo aan si kale loo soo sooci karin ama aan loo gara karin qofkaas haddaan waxaas lagu sheegin ee qofku warkaa ku sheegayahana uuna ula jeedin ceebayn ee tacriif ula jeedo mushkila ma laha iyadoo culamada gobol ay xoogaa siyaalo kale ay adeegsan jireen yaxya ibnu maciina wuxuu dhihi jiray ibraahim ibnu culaya culayada hooyadiisu waa yani qofkana ina hebel in la yiraahdo ma jecel oo hooyadiis loo nisbeeyo marka axmed ibn xambal baa wuxuu ku yiri waxaa dhahdaa isxaaq ibnu ibraahim alladii yuqaalu liummihi culaya saas ugu markaasuu yiri qabilnaa minka yaa mucallima alkhayr taasuu dhihi jiray kadib haddii marka tacriif loola jeedo laa ba'sa bihi laakiin haddii ceebayn loola jeedo khalaas yani sibaabay gelaysaa iyo shataa'im قال حدثنا حفص بن عمر بن الحارث بن صخبرة الحوضي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم أبو سعيد التستري قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين نبي الظهر بن الدجول إلى ورقه ثم سلم ثم قام إلى خشبة قرأي ستاغي في مقدم المسجد مساجد كماش أهريدا يالي ووضع يده عليها قعنته كرسار قرقي وفي اليد قومي يومئذ أبو بكر وعمر وحانا ما لنت أصلا لمنك كجري نبي قال لدو كذي أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه وهي كهي بيستين إن النبي قال هدران دهان صلاة دمية وحسكب الدلين لبرك آكل سلام الأخصر وخرج سراعان الناس دادكي دقدقائين واسكب بحين فقالوا قصورة الصلاة ورئيس الأحمرين مركان جرين صلاة ولا قصري أو لبرك آل بسوء قابي في القوم رجل لما كوحكو جرين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ويري جري ذا اليدين إن الله قعنا الدار فقال يا نبي الله أنسيت أم قصرت ميات هلمانت الصلاة دي مسوى القابي فقال نبيه لم أنسى ولم تقصر من هلمامين من القابين سيدا مركز فهم سنوائي قالوا بل نسيت يا رسول الله نبيه بشر وعي مركز وهو هلمامي كرا قال صدق ذو اليدين الله يلحظه الشيء قعنا دار فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر كدمنا سلام النصر باب الغيبة حنك وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا يونا حمن قبل كين قبل كلي أيحب أحدكم مجعليه متكين أن يأكل لحم أخيه ميتا إنه هلبك ولالكي استوى ميتا فكرهتموه أمرك لبستين واتقوا الله إن الله تواب رحيم حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين نبي قال له قبر صومري فقال إنهما لا يعذبان لبدا قبري والعذاب هي وما يعذبان في كبير من رجع عذاب هي وحوين وأذك وإن لسك إلى أي أذكتها رجع عذاب ما يحفظ ذا عذاب أما هذا فكان لا يستتر من بولي كانوا وها إن سن إسك أستورين كايدي سو سقوا جركي سكادي كتارنا مدركي سود كجري سردي سينما سن
وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، كانوا نمر ضدك على الأحمر جري سدر، ثم دعا بعصيب ردم كدمه يري لان قويا ولان تمريضا فشقه باثنين له كالجاحي، فغرس على هذا واحدا كان قبره يسمده كتلالي، وعلى هذا واحدا كان قبره يسمده كتلالي، ثم قال لعله يخفف عنهما، وحداكة لغفل ضيب ما لم ييبصا انتي أي كقلل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار، هل أمان وأي مركب قريها أنصار يعني دقانا الأنصار تكن خير بدن. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي زناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، دقانا الأنصار دقاك بنو النجار يعني أهل دقان ومرك أو خير بدن. باب ما يجوز وحبنان ومن اغتياب أهل الفساد والريب، تذكر أهل الفساد كان الشكية وحكشي بوذا يوقيم مرها ضدكاس يعني طبعا قيمة لهي وأي وحكشي بوذونا ونمعنى كفادين يعني أما ونحب لهين. قال حدثنا صدوة بن الفضل أبو الفضل المروزي قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت من المكدر أنه سمع عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى النبي إذن ويديي فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة كأشار صامرنا، أو قال ابن العشيرة، فلما دخل مركو صوغ علي ألان له الكلام هذا الكل أجلعي، فقلت يا رسول الله قلت الذي قلته وحاتري هذا الأدق ثم ألنت له الكلام. قال أي عائشة إن شر الناس ضدك شربا من تركه الناس منك وددك كتغي، أو قال ودعه الناس اتقاء فقشه أفهميسا لوغ فقاري. باب النميمة من الكبائر، ذلك أن يسكد يروح هذا الآن في عنين الله كالقاضة ومن كبائر الذنوب. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن الكوفي من الثامنة عن منصور المعتبر المجاهد عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد حيطان المدينة، مدينة بيره دي متكمده وكسوة بحي، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، وحوانا مقلي لبن صوت كودا أولو عذابه قبورته، فقال يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، لكن حق الذنب أهان وحوين واي. كان أحدهما لا يستطير من البول وكان الآخر يمشي بالنميم، ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو قال ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. باب ما يكره وحل كرهيسه من النميمة ذلك سدركو ذا يوقول الله تعالى هماز مدحم شبضا مشاء بنميم لصعد بدن ضد اسكدركي. ويل وحو أسغنادي وادي النار لكل همزة متكسته أو بدن ضدك حنكوذا لمزة ضدك عبالكوذا راعوذا بدن مركا ومبالغة كجرته همزة من حابين بدن إنه حنطب بدن لمزة ضدك عبالكوذا إنه أدو بدن يهمز ويلمز بمعنى يعيبه ضدك إنه أبايو أتاغين. قال حدثنا ابن نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان ثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث بن قيس النخعي من الثانية قال كنا مع حذيفة أيام الجوني فقيل له وحالويري إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان نبادت وهذا الذي يكون شاكيستان
عثمان الخليفة أجدبية. فقال حذيفة وغير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة مجر جنة قتات نمام. قت الحديث يقته قتا ورجل قتات بمعنى نمام. النمام هو ضدك وركود الجدبية سوى إفساد الجيدة جنة مجر. باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. هذا كبان تكفر. قال حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور من كان كتجين هذا الكبانتا والعمل به يكون لقن كهذا الكبانتا فليس لله الله وقام الصغنى حاجة ضم أن يدع طعامه وشرابه إنه النبي يعبتانك اسكدها. قال أحمد بن يونس وعيد أفهمني رجل إسناده نمبا إفهام سيولي هي حديث كان إسناد كيسا السروع حوائي خلضمي وأنا اسكسطي كريم مركا يعني ضد مثلا شيخ وحكا سنة مركا فليه سنة كيسيا وحكا خلضمي نم أكفر لي بعد سنة كيسي مركا إيصحوي سنة كيسي ساوي حديث كان مركا الإمام البخاري أحمد بن يونس الكوري وحاولنا كور همي وحكا خلضمين وها حديث كسنة كيس. لكن الإمام أبو داود وهو خلافي الإمام البخاري أحمد بن يونس وحديث ككوري الإمام أبو داود وحاولنا كدغاي وحكا خلضمي إنه يا حديث كمتن كيس سنة كيس أو سنهين وأسخلافي مركا الإمام البخاري وأبو داود أسخلافي. رواية أبو داود مركا وحي لا قال أحمد فهمت إسناده وعن فهم حديث كان إسناد كيسا من ابن أبي ذئب أيان كفهمي وأفهمني الحديث حديث كان متن كيسا وحا إفهم سيي رجل إلى جنبه نن أكفلي ابن أبي ذئب وأن لنا يريد إنه يهي ابن أخيه وأسخل فإن الله أعلم يعني وحكى خلدام من سنة كأهين ومتن كأهين. باب ما قيل في ذي الوجهين لبوجله وحلق الشيء وعيدا مركا لبوجله نمضه ودين الآن هي شخصية حموية وأهقف ضعيف النفس kooxdan markuu la joogo koox kale oo cayna wuxuu muujinaa kooxdan in uu ku barnaamij yahay kooxdan markuu ka tago kooxdii kale uu tago wuxuu muujinaa inuu iyaga la mid yahay kooxdii uu ka yimidna uu dhalaacayo qofka muslimka marka dariiqo mucayan ku socda ma laha laba wajiyeyn. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شر الناس وهرسا ضدك هو شرط بدن يوم القيامة عند الله يوم القيامة الله أكتيسا ذا الوجهين لوجله الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حديث أبو داود ورين من حديث عمار بن ياسر وحكو جري من كان له وجهان في الدنيا إنك له وجه الدنيا كلها كان له لسانان من نار يوم القيامة اللباء أحربه طبقة نار أيه يردنا يوم القيامة. باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه إنك صاحبك سأشيغ وحي ضد استغى كشيغ marka hadii wax maslaxa ay ku jiraan dadku waxay ka sheegayaan inuu isaga u sheego la ba'sa hadduna ifsaad ula jeedin ifsaad ula ma jeego laakiin inuu ogaado qofkan dadku waxay ka sheegayaan hadaa in maslaxa ku jirto marka in loo sheego mushkila ma laha. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال أخبرنا سفيان الثوري أن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة نبي أياه وحقيبيي فقال رجل من الأنصار أياه والله ما أراد محمد بهذا وجه الله
ولما جيدو محمد قيبتان وجه إلهي وحكا الأولى جيد فالبنين منافقة وعلام قفك قال أو مسلم أصلا مديكا لكن قبيلة الأنصار كتر سنين فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته وركي إيان الشاغي فتمعر وجهي سأسبدلي وقال رحم الله موسى اللهم حرس موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر وحا بدنا لبات اللوغو جيستي وانا الصبر يعني هنا وحا الضيان يا موسى وانا صبر باب ما يكره من التمادح وحيالها لكراهيستو وأمانتانك أمانتان حتى كبحسن وايد هدي مركا قف لا أمانه وقف كأمانة حتى كبحيه أما لو قفوا ده يسوع عمير عيانه بمت وأمانة هيو وأرهن خلدان قال حدثنا محمد بن صباح وجعفر البزار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا الخلقاني قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل النبي أياه مغلين من أمانة ويطريه في المبحث كنا فقادي أمانتي وإذا أكرت أمان بين المشاهد فقال أهلكتم أو قال قطعتم ظهر الرجل شك من الراوي وهو النبي الواد أهلكتم وهلاك سنتين أما سبوه يري واحد قويدين ننك الضوء كيسة ومعنوه يقف كان مركي أدلو أمانه إذا أكرتو أمان بين أدلو أمانه حوغا إسلويني يكبر إني نفسدي سقشو تأصل هلاك وإنه خطر قال حدثنا ابن النبي قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم نبى النبي اكتسبوا شيئا فأثنى عليه رجل خيرا نبى خيرك أمانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلحك تبارك أمره قطعت عنق صاحبك وحد قيدي صاحبك قورتيسا يقوله مرارا يعني أركز لكيني كرا قفك إن سلويناه أو اسم هذه ما دام أمان أنصح أين لو أمانه ماشي وسمي جري وحداك إنه هسكت بدران ويصير المقام بابن قارتي وأمانة هاي وحبضن با وما بهن إنا سميده هذا كده إن كان أحدكم مادحا هدو متكين يهمد وحأمان هي الله محالة حيلة الآن وقصبيه إنه وحأمانه فليقول أحسب كذا وكذا سيدا يسير ذلك أمالين عنه يقول أخبر جزمي سيدا يسير إنه يهي أمالين يا إن كان يرى أنه كذلك هذه لو أمالين إنه سيدا يهي ورسلا صلى الله عليه وسلم فأنه أمالين وحسيبه الله وحا نكفلا الله أما سوحا حسابه أغفلا عمل كيس الله ولا يزكي على الله أحد إلهي قفنا يورو أمان إلهي أساقا كو قفك عن حقيقة وقص غيهي بني آدم مركا ساقا الله كو بني آدم باب من أثنى على أخيه بما يعلم دي مركا قفك ولالكي كو أمان وكو أغيهي وأن غلو إدراك جرين qofkan ay dhici karto in laga aamin yahay isla weyni iyo isqaasqaad inay ammaantaas ku galaan waa la ammaani karaa قال سعد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد ما سمعت وير سعد بن أبي وقاص ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد سوى قفك لها يمشي على الأرض يقولك سوى قصعدا إنه من أهل الجنة إلى لعبد الله بن سلام يعني يقول أمان وين واي أمان جرتا واي مركا عبد الله بن سلام من اللغة آمن يهي إسقاطات إنه أمان تسكبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وعيينة قال حدثنا موسى بن عقبة الأسدي عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر مركب النبي وكش لغي
مرضى لحارعي قوية دافتوحي وعيده وكشاغي قال أبو بكر وحبير يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد الشقيه أنيقا قئيجو لبدا دنا أيو من قرع وخوص قرع يعني هل دنا خوص قرع مرضى لبدا دنا قويد إني قرانا نقول إنك لست منهم ضدك وعيد وصعد دوميه وكفي عنك وعيد كاس إن أوكو على رواية يعني هو أمان لك أبو بكر لكن هو أمان جرتا وبوس كيدي جوكتا أبو بكرنا آمن نوغي هاي إن أي أمان تاسو حالدي سو كبدش سيدا عمر بو أمان أويري شيطان وضك على مسوهر مر إلا وضك الأبيران وكاسوهر باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل وأمر يا عدالة والإحسان إياه والإحسانين وإيتاء ذي القربى مت قرابة وحسين تيسا وينهى عن الفحشاء والمنكر والنهي هيا فالحمد يا منكرك والبغي يحددك يعظكم وإذن واننا يا لعلكم تذكرون وعمضنتهن وتوتين آيات مركا معاني بدن أي كجر طوائي وحأولي الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد أبو الضحى أيا وحأولي شتير إنه شكل من ليرادا مسروق إن الأجدع كيري حدث يا أبا عائشة أبو عائشة حدثه حديث آخر وأصدقك أنا نقول من آخر حديث مركا سويري مسروق هل سمعت عبد الله بن مسعود ما مغش عبد الله بن مسعود يقول ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية عبد الله بن مسعود ما كان مغش سوى لها آيات قرآن كجمع إن بدن آيات دان حلاش حرام أمرك نهي مجرته إن الله يأمر بالعدل والإحسان كسرها وقول مي ساسوا الجوار إنما بغيكم حددوا كينوا على أنفسكم نفس الدين وقرية لا أتكلم أقولي بميسين هدات حددوا الدين ثم بغي عليه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به كاسوا ننكي كعقوبية قفك إساق كحد قدبي وحي وكعقوبي كالي ثم بقي عليه مكاس استغل وسو حد قدبي لا ينصرنه الله ايا وغغار يعني hadii ay dhacdo nin inuu كعقوبي وسو geystay oo qisaas ah intuu ayo kale ku ayo intuu ku dhifto kale ku dhiftay kadib kii kale xad gudbay قصاص markay dhacdaan mid ziyada sameeyay midka ziyadada lagu sameeyay waxa uu haystaa ballanqaad rabbi oo ah la yansurannahu Allah wa tarki itharati sharri iyo ka tegitaanka shar in la dhaqdhaqaajiyo ala muslim aw kaafir qof muslim ama gaal lagu dhaqdhaqaajiyo ay dhici karto gaalka sharta lagu dhaqdhaqaajiyo inay muslim galaafato مركا ونرجو قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت مكث النبي صلى الله عليه وسلم نبقى أيام نقالي كذا وكذا انت وقت بطن يعني بالوقت كله يخير إليه وحل الموت سيناي أنه يأتي أهله إنه أهل كيسيء إيمانا ولا يأتي من إيمانا قالت عائشة فقال لي ذات يوم مالين وقت كمد أيوه الوير يا عائشة إن الله أفتاني في أمر استفتيت فيه الله إغفت وضي أهل فتوك ويدي الله سيدي ويمد مركة أرنكاسو أتاني الرجلان لونا إيتمد فجلس أحدهما عند رجليها
labadoodii mid ka mid ah wuxuu fariistay labadayda lugood agtooda wal-aakharu cinda ra'sii ka kalena madaxa agtiisa faqaala aladii cinda rijlaya waxa uu yidhi midkii labadayda lugood agtooda fariistay liladii cinda ra'sii maa baalu rajul ninkan waxa hayaa waa maxay qaala madbuu yacni masxuuran fasxray waa asxray قال ومن طبه يا سحري قال لبيد بن أعصم نكاسا سحري ساحر حلف يهودية كجري حلف شرق كجري قال وفيما هنا كسحري قال في جف طلعة ذكر في مشد ومشاقة وحاو كسحري وبح lab daboolkuu ku jiray ubax laboo ahaa ubaxa geedmireed iyo tin shalo ay soo siibtay iyo mushaaqatin geed kataan la yidhaahdo dhar laga sameeyo duntiisa intaasaa meel la geliyey taxta ra'uufatin dhagax hoostiisa fii bi'ri darwaan aalka la yidhaahdo darwaan dhagaxa ninka aalka dhuraya uu ku fariisto hoos geliyey marka sixirkii ala kashfiyo nabigu marka intaas markuu wuxuu ogaaday meesha sixirku uu jiro haddii marka ay dhacdo qof inta la sixiro inuu ogaado sixirku meeshuu yaallo waa in la soo qaado la gubaa waa furmaa markaa sixirkii دون واحد عبي أما واحد أرصده ونعهين الجنس غريب وهم مال الجلي وها جنس قاعدين رسول بخيول الجبوة فرمي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركز آلكي وآذي فقال هذه البئر التي أريدها آلكان وآلكي لا تسيء كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين سحر كيا تأثيري جيت مرات تعال كوب يالله waxay u ekaadeenba shayaadiin madaxyadood wakaana maa'ahaa nuqaacatu lxinnaa ceelka biyihiisii waxay u ekaadeen xinna biyo lagu radiyey waa gaduuteen waa isbedelin faamara bihi nabiyu sal slam faukhrija waa la soo bixiyey kadibna waa ceelkiia lagu celiyey waa lana la dugay ceelkii qaalat caaisha faqultu yaa rasuul allah فهلا يعني تنشرت فهلا أيد أيكل ورك مركب وضع يعني تنشرت من هاي سجد داوي ويسي نشرت مركب هذا شرط أو اللي يقان أو سهر كان يسغفره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الله فقد شفاني إلهي هو الشافعي سجد حق يسجد الشافعي ما أباهني مركب معالجة إن القرار أما أنا أسداوي وأما أنا سأكره أن أثير على الناس شرا وحان كرهيسنا تدك إن الشر كسو فيديو سحر كلا سوقات قادر مدينة لغول حايستو كذب أيديه كرتو الشياطين كلا إن السحر كسي أورا ما يشي الوجود قالت واللبيد بن أعصم رجل من بني زريق قبيلة أنصارت كمدوا بنو زريق لكن حليف ليهود يهود حلف كل جري فالبنين مركب مسلم مصنع باب ما ينهى وحيالها النهنيو عن تحاسد إسحاسيتان كان نهيو يوتدابري السوء نبر الجيبين وقوله تعالى ومن شر حاسد شرطي سأيان كان من قالها إذا حسد مرك وحسد سمير قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن وحن إذن كجدلها هي ملأ أساس مسكنين أو بين وقف مسلمان ليضو ملأ جريم فإن الظن أكذب الحديث وايو مالها نوع عاصر هذا الأسئلة بين بعض
وسو مروه هذا الأول بين بنية بين تقول يدومي وكسي بين بنية بين تقاي حقفل بوأوجي هاي من بين هاي لكن ما لها أسمرك أساس كأن لهين بين تي اللي يقين ساكسي شربا ما دام إذا كتدد قبل ما لها سقف وشيء قال إنه يكرم يستان بينما بين قيقن أيسا كرم يستان فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا نبدأ كلمة المرة هنا واسكم مدوان جاسوسية قف كمسلم كان إن الرأى أحواشيسا إي أسرارتيسا دين كان مركز التوصل وسهول جدا تجسس كواحد اسكالا قال أحواشي اللي سوء قال قف كمسلم كوسوء قال لكن المسلمين تدخلوا إلى شرعي ونروه ديلي إن ليس جاسوسيو قف كسوء فلسفية أو إرادة مصلحة كجرتا شرعي وحو وشيغا مصلحة كفرة مالك المصلحة كجرتا شرعي يعني القرآن كي كجرتا لا تجسسوا مالكتورة أيضا اسمه مصحف كما رأيت افتراء ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا هيسحسدننا ولا تدابروا لبك يسحجننا ولا تباغضوا هيسنعننا وكونوا عباد الله إخوان نغضى ضم الله أولا لا حدثنا ابن اليمان قال أخبرنا شعيب عن زهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الأخوان ولا يحل لمسلم حلال مسلم أمعها أن يهجر أخاه إنه كهجر ولكن أو هذا الكأي سلامتك قوسته فوق 3 أيام 6 مرات وحكبها 6 مرات قفوا هسوا عرب بابه ولو أقول لي 6 مرات كذبوا إنه سلامتي بالله دي سلامتي بالله هجرتي وعلاماتي اللهم صل على محمد.